السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أقول لك بس قبل ما أبدأ الفيديو إن أعلى فيديو عندي على القناة مشاهدة حوالي 10,000 أو 11,000 مشاهدة. هو كان الفيديو بتاع يسألوك عن إيه في مطار روسيا. الفيديو ده تكملة ليه، يمكن أهم ليه، أهم من الفيديو ده التاني ذات نفسه، فاهم؟ فكمية المعلومات اللي هتفيدك إن شاء الله، فنقول لك كلها عليها. فقبل ما نبدأ الفيديو متنساش تشترك في القناة وتدوس لايك للفيديو ويلا بينا. بنعتذر طبعا إن إحنا ما عندناش وقت إن إحنا ننزل فيديوهات في مواضيع كتير عايز أتكلم فيها، بس فعلا ما عنديش وقت إن أنا أتكلم في المواضيع دي، فبنحاول على قد ما نقدر يعني. شوف يا سيدي، اول حاجه عايز اتكلم فيها طبعا اللي هو سعر الشنطه. وانت بتعبي الشنطه بتكتب اسمك بالبنط العريض على الشنطه عشان ما تطوش بتعلمها باي حاجه. بتقفل شنطتك بالقفل بتاعك عشان اول ما توصل مطار روسيا تطلع على الستير تاخد شنطتك متعلمه جاهزه وما تقعدش تلف وتدور حوالين نفسك. الحاجه التانية يا سيدي، الناس اللي بتيجي برضو عشان في ناس كتير جت روسيا ورجعت، يعني رجعوهم من المطارات، انت اقول لك مع السلامه. اول حاجه نزلوا في مطارات اللي هي مش مطارات استقبال اجانب، مثلا في ناس راحت سوتشي وما اتقبلتش، فاهم؟ فانا ما اعرفش السبب بصراحه، ما اعرفش ايه السبب. بس مثلا في ناس نزلت على مطار سوتشي، مطار دولي، بس ما قال لهم روحوا ما رجعوا، فاهم؟ في ناس جت رجعت في مطار موسكو عادي وفي مطار سان بيتر عادي. اقول لك ليه؟ اقول لك من ضمن الاسباب ان الجامعه مش عارفه ان الطالب بتاعها ده جاي. يعني انت مثلا جايب فيزا تحضيري، فالجامعه ما عندهاش خبر ان انت جاي امتى، فانت برضه لازم قبل ما تيجي تدي الجامعه الخبر بتاعك ان انت جاي، فاهم؟ عشان يبقى عندهم علم بالموضوع ده. دي بالنسبه للنقطه دي. في ناس كتير بترجع، في ناس كتير بتيجي في بيزنس، ساعات بيدخلوا ساعات بيرجعوا، ما اعرفش على اي الاسباب بقى، فاهم؟ الاسباب على اساس ايه انا ما اعرفش الموضوع ده، لكن اللي انا اعرفه ان في ناس رجعت. عشان كده بقول لك امشي حاجتك في السليم، شنطتك تكتب عليها اسمك بتعلم مفهوم، تحجز طيران العادي جدا التقليدي اللي الناس كلها بتسافر عليه. طيب بنسافر احنا مصر الطيران من مصر القاهرة لموسكو 4 ساعات ونص، بتوصل هنا موسكو شهر الله سعيكم، وخلصنا الموضوع وقرف فلوس الطيران الروسي المعروف. فدي هي دي، وتبقى حاسب وزنك وشنطتك والقصة دي. ربنا يكرمك وصلت مطار روسيا، اي مطار ايا يكن يعني، فانت دخلت. طبعا بتخش بعد ما تطلع من الطيارة وتوصل عند موظفة الاستقبال اللي بتديك الختمة على الباسبور. فانا اول ما جيت الكلام ده كان خلاص فتح عليه دخل 4 سنين اهو. فهي سالتني سؤال انا ما سمعتوش بصراحه، لان هي من خلال الازاز فانا ما سمعتش كويس. فهي بتسال بالانجليزي عشان احنا مواطن اجنبي يعني. فانا قلت لها كان لسه اليوم اللي انا مش سامعك، آه، مش سامع انت بتقول ايه. فراحت ختمت لي واتكلت على الله. كنت اول واحد يطلع من الرحله كلها، تقريبا كانت الطياره كلها وطلاب، فانا كنت اول واحد يطلع. ما كملتش 5 دقايق، في ناس جوه بتقعد ساعتين وثلاثه وممكن خمسه سته، وادي حقهم معاهم يشكوا في حاجه، الراجل ما عرفش يتكلم ما عرفش يرد عليها، فاهم؟ شايف ان هو مش عارف حاجه، جاي مثلا شكوا فيه ان هو جاي يهرب في روسيا، القصه دي. فانت تكون موضب نفسك، هي بتسال اسئله بالانجليزي، رايح فين، جاي ايه، جاي بتعمل هنا فلوس ايه، القصه دي عن موضوع سهل وبسيط. والنبي الفيديو بتاعي اسالك عن ايه اول ما توصل روسيا. تمام، ده بالنسبه للنقطه دي. خلصنا الموضوع ده، انت بقى بتبقى متفق معاك مع الراجل اللي انت جاي معاه، هل انت هيستقبلك حد ولا انت جاي لوحدك وربنا كريم بقى؟ عشان في ناس كتير بتيجي لوحدها تقول لي في ناس كتير محدش بيستقبلها، اه في ناس كتير. فانت لو جاي معاك حد هيستقبلك، فالموضوع تمام وايه، انت بعد كده ما تكملش الفيديو ما يهمكش. ان بعد كده الراجل هيستقبلك، هيوديك محطة القطر او محطة ايا يكن هتركب منها، ولا المطار التاني مثلا هتركب منه طيران من المدينة التانية، ايا يكن، ويكون الراجل اللي كان مستنيك والقصة دي، فهم هيكونوا معاك. لكن الناس اللي بتبقى جاية لوحدها، برضه عشان حصل موقف مع حد كده فكلمني، فانا حاولنا الموضوع ده. اول ما توصل المطار يا سيدي انا عايزك تشتري خط، اي خط، طبعا خط يوتا او خط ام 9، هحط لك الصور بتاعته عشان تبقى عارفه، ده ارخص تقريبا الخطوط. خط يوتا حوالي عامل 400 روبل اللي احنا بنشتريه هنا العادي، ممكن في القطر يكون اغلى 500 600، فده مش مشكله. هتقول لي اجيب فلوس منين؟ هتخش هتصرف فلوس معاك من اي مكان، اي صرافه عندك في المطار صرف فيه. هو السعر هيكون اقل شويه من العادي، بس انت مش هتصرف فلوس كتير، انت هتصرف 50 دولار مثلا، 20 دولار 30 دولار على حسب اللي يقضوك. ما مثلا 50 دولار عامله لك حسبه 4000 روبل تقريبا، 4000 روبل هيكفوك. ليه بقى؟ اقول لك ليه. انت هتجيب بيها الخط اول حاجه، اللي هتجيب الخط عشان تشغل النت. لو عرفت تشغل الواي فاي بتاع المطار، انا نفسي ما اعرفش والله اشغله ازاي. لو عرفت تشغله تبقى 10 على 10، بس انت في كل الاحوال محتاج النت عشان يكمل معاك بعد كده، فانت هتجيب خط احسن لك، فاهم؟ لان انت سعادتك لو انت جاي لوحدك فانت محتاج النت رقم واحد، ليه؟ عشان تعمل طلب للتاكسي، وانت هتنزل اول حاجه برنامج ياندكس جو لو بتاع طلب التاكسي. عشان انت طلعت من المطار فهتلاقي سواقين التاكسي ممكن يقول لك يلا تعالى اوصلك المكان انت عايزه، وتديله العنوان اللي انت رايح عليه، لازم يكون معاك العنوان. انت مش همام في امستردام يعني جاي على الله حكايتك، لازم يكون معاك العنوان انت رايح فين وجاي منين والقصه دي.
فانت معاك العنوان، عايز تروح مثلا محطة القطر دي الانجراسكي فاكزال ولا مش عارف فين، انت هتروح المكان اللي انت هتروحه. فانت بتعمل طلب على البرنامج التاكسي، ويوديك من المكان اللي انت فيه. بتطلع الاول بره المطار عشان تحدد انت عند انهي بوابة، تحدد الموقع بتاعك، ويجي لك التاكسي عليه ويوديك المكان اللي انت محدده، والسعر مكتوب على البرنامج. ممكن تعمله بيبقى خلاص كاش، تعمله كاش، انت معكش كارت كده كده يعني في زيرو سيم. وبس، وقصة قضي الامر، لا حوارات بقى ولا دنيا ولا بتاع. بالنسبه لموضوع الجنيه برضو، عشان الناس تكون فاهمه، الجنيه لسه القرار بتاعه الروبل اللي هو استعمالهم لسه ما اتطبقش في روسيا. فالناس بتقول لي ان هنجيب جنيهات معانا وبتاع ونصرفها هنا، لا مفيش الكلام ده لسه. البنوك الروسيه ما فيهاش حاجه اسمها الجنيه المصري اصلا، مش موجوده، ولا سعر تصريفه كام ولا اي حاجه، لسه ما اعتمدش الكلام ده. فانت بتسافر عادي لحد دلوقتي بالروبل، بالدولار اسف، او باليورو، عشان تيجي تعرف تصرفهم هنا، تعرف تستفيد بيهم. فده كانت تقريبا اهم حاجه كنت عايز اقولها صراحه. ان انت بعد ما تطلع من مطار روسيا، لو انت جاي لوحدك، عشان في اغلب الناس اللي هو بياخدوا التجربه دي، فانا بنحاول ان احنا نساعد. لو احتجت حاجه طبعا تكلمني، او تكلم حد انت عارفه في روسيا. اهم حاجه يكون معاك النت، انت معكش النت مش هتعرف توصل باي حد، تبقى انت على الله حكايتك، ولا لحد ما ربنا يعطلك في حد بيتكلم عربي ولا حاجه يساعدك، فاهم. الحاجه التانيه عايز اقول لك برضو، ان في ناس بتستقبل، حتى لو انت مثلا مش متفق مع حد يستقبلك، في ناس على الجروبات تخش تسال يا جماعه حد في موسكو هيستقبلك، هياخد اجر مقابل الموضوع ده، هيوديك من المطار لمحطه القطر او الكذا او كذا، هياخد مثلا 2000 روبل او 3000 روبل حسب ما تتفقوا، فاهم. والدنيا دي، فانت شوف الدنيا بتاعتك، لو انت محتاج حد يستقبلك تكلم حد، تسال على الجروبات والقصه دي، او تتفق مع الراجل اللي مقدم لك يستقبلك، او انت بنفسك تاخد التجربه زي ما قلت لك، تجيب خط من الخطوط، شغل النت، تطلب تاكسي، تروح المكان معاك نت، تتكلم ده وتتكلم ده وبس. وشكرا الله بالسيف عليم يعني. اتمنى الفيديو ان شاء الله يفيدكم، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام